مساء شريف على جميع. تعمل ايه لو الايس وقفك؟ لان الموقف دوت حصل معايا انا شخصيا من يومين، وانا راجع من على البورد بتاع سان دييجو على الفايف نورث، وتم استوقافي. سألوني على ورقي، قدمت لهم ورقي وقالوا لي اتفضل. لكن في وسط الاحداث اللي بتحصل حاليا لازم تعرف ايه اللي ليك وايه اللي عليك. الايس لو وقفك انت هيبقى اول حاجة لازم تعملها انك تبقى عارف القوانين اللي في البلد حاليا بتسمح ليهم وفقا للسوبريم كورت ان هم يستوقفوا اي حد ويسألوه على اوراقه او وضعه القانوني في البلد. هل انت تحمل الجنسية، معاك يعني citizenship، ولا معاك اقامة دائمة اللي هي جرين كارد، ولا مقدم على كيس asylum ومعاك الورك بيرميت والسوشيال سيكيورتي بتاعتك، او لسه ما خدتهمش فمعاك ورقه الفينجر برينت اللي هي بتاعت التقديم، او جاي فيزا سياحه، او جاي فيزا لم شمل، او جاي اي دراسه. اي وضع لازم انت يبقى معاك في محفظتك ما يثبت وضعك، لانك انت بمجرد خروجك من بيتك فانت معرض للسؤال من اداره الايس. ودي اداره فيدراليه منتشره في كل الولايات، يعني محدش يقول لك موجودين دلوقتي بس في شيكاغو او الينوي او كاليفورنيا او اوهايو، لا هم موجودين في كل الولايات، ولهم صلاحيه ان هم يستخدموها في تقنين اوضاع المقيمين او المتواجدين على الاراضي الامريكيه. غريب، ما اقدرش انكر على ناس كتيره جدا بقى لهم مثلا عشرات السنين في امريكا ما شافوش اللي بيحصل دلوقتي، لكن هو امر قانوني. شد انتباهي من يومين ان في حد في شيكاغو تم استوقافه وهو كان يحمل الجرين كارد وليس معه النسخة من الجرين كارد أو الكارت نفسه في المحفظة بتاعته، لكنه حاصل على الجرين كارد، وتم إلزامه بدفع غرامة $130. هتقولي ومين فينا بيشيل جرين كارد؟ أقول لك من النهاردة ابدأ شيل جرين كارد. واللي معاهم سيتيزن بيبقى معاهم الاي دي بتاعت السيتيزن وبيبقى معروف ان هم الناس سيتيزن. لكن اللي ما يبقاش معاه سيتيزن واللي مش بيبقى معاه جرين كارد، دول بقى اكتر ناس لازم يبقى معاهم في محفظتهم في تحركاتهم حتى في بيتهم ما يثبت وضعهم القانوني في البلد. وما ينفعش واحد يبقى معاه فيزا سياحة ويلاقوه جوه محل عمل بيشتغل، لأن ده حصل. ويمكن بسبب خدمتنا علاقاتنا بناس كتيرة جدا بيجيلي مكالمات عن أوضاع لناس بيبقوا موجودين في محلات عمل وهم معهمش ورك بيرميت وسوشيال سيكيورتي، يعني معهمش تصريح عمل، وبيتم تغريمهم ويتحط عليهم بلنتي ويتعمل لهم كيس في المحكمة علشان هم بيعملوا حاجة unlegal. ابدأوا من اللحظة دي، من ساعة ما بتشوفوا الفيديو دوت ركزوا كويس جدا مع القوانين الأمريكية المستحدثة وبالذات من إدارة الهجرة أو الإميجريشن، علشان في أولا حاجات أول مرة بنسمعها، في حاجات بتابديتس يعني اون تايم، في حاجات انت بتتخيلها عاديه هي مش عاديه. فاحترام البلد وقوانين البلد والرولز اللي حطها البلد، امشي زي ما قال الكتاب. خد بالك ان تواجدك في الشارع او في مكان عمل او حتى في منزلك او على اي اوجه من الانشطه المجتمعيه الموجوده في امريكا، فانت لازم تبقى معاك ورق ومعاك مفاهيم وقواعد وقوانين ورولز البلد ديت اللي بتديك حق وبتلزم عليك واجب. بتديك حق وبتلزم عليك واجب. يعني من ضمن الفيديوهات اللي انا قلتها قبل كده ان لو استوقفك بوليس اوفيسر
وانت بالعربيه وسالك بعض الاسئله الشخصيه، من حقك ما تجاوبش، لكن برضو واجب عليك ان تلتزم بالتوجيهات اللي بيواجهك ليها، سواء بالايقاف او بتقديم اوراق السياره او بتقديم رخصه القياده بتاعتك وما الى غير ذلك، سواء ان كنت تشعر انك مذنب في استوقافك او غير مذنب، guilty او unguilty. الاهم بقى واللي احنا لازم ناخد بالنا منه كويس جدا، ان بلاش اي حاجه تبوظ وضعك في البلد. يعني ابعد عن اي شبهه ممكن يكون من وراءها اللي انت تدمر وضعك القانوني في هذه البلد. هذا يعني ان لو انت مثلا بتشتغل شغل كاش، وقف شغل كاش. معاك ورق، اشتغل بالورق اللي هو work permit، او معاك تصريح عمل اشتغل بيه، ما تشتغلش كاش. لو انت في سموك شوب، وده كتير خلال الفتره اللي فاتت ديت كلمني قال لي ان هم خدوا تيكيتات. لو انت في سموك شوب او في ليكر ستور ودخل لك حد اندر ايدج، تحت السن القانوني للسماح بالتدخين او بالشرب، ما تدلوش. تعرف ازاي؟ تساله على الاي دي بتاعه. ما دام الاي دي بتاعه تحت السن القانوني، ما تسمحش لنفسك ان انت تخش في يعني مشكله انت اساسا مش كسبان وراه حاجه. يعني انت مجرد مثلا كاشير، فانت بتبيع بس، لكن ملتزم بالرولز بتاعت البيع. لان كتير جدا خلال الفتره اللي فاتت دول خدوا تيكيتات، اعرفهم شخصيا كلموني بيسالوا على محامين بقى، ما دخلوا في موال علشان خاطر طلعوا سجاير او طلعوا الكحول لشباب تحت سن القانون. وبيبقى الشباب دول اساسا مدفوعين من اداره الشرطه الامريكيه ل يعني انفستيجيشن، يعني او نوع من انواع التفتيش، ان هو بيخشوا بالشباب الصغيره دول على محلات سموك شوب وليكر ستور وجاز ستيشن عشان يتاكدوا ان المحل ده ملتزم بالرولز اللي حطاها امريكا، او على الاقل ولايه كاليفورنيا، او كل ولايه ليها الرولز بتاعتها في تصريح او السماح بالحصول على مبيعات يعني المواد الكحوليه او المواد التدخين للناس اللي فوق السن. اخر حاجه هختم بيها ودي مهمه جدا، هناك في امريكا بعض القواعد الخاصه باداره الهجره والإيميجريشن في امور لم الشمل والزواج والخطوبه الفيونسي، و اللي هي دعوات الزياره. انا هنا مش بتكلم عن الدراسه، ولا بتكلم عن العمل، ولا بتكلم عن السياحه. دول بتاع الفيز احنا مش بنتكلم عنهم، بنتكلم عن اللي هي الحاجات الاسريه. في تحديثات كثيره جدا حدثت مؤخرا، فقبل ما تقدم معاملتك اسال المحامي بتاعك او اسال اي محامي متخصص في اداره الاميجريشن عن هل المعامله دي مجديه في التقديم ولا لا، هل التاخير طبيعي ولا لا، هل الناس اللي انت هتجيبهم دول هيبقوا انت متكفل بيهم ولا لا. يعني في امور كتير قوي تم تحديثها وتم تغييرها في الفتره الاخيره، فلازم تاخدها في الاعتبار. ختاما، امريكا زي اي دوله في العالم ليها رولز، ليها قواعد. فما دام انت سمحت نفسك ان تقيم في هذه الدوله او اي دوله، فعليك ان تحترم هذه الرولز، وعليك ان تحترم هذه القواعد وهذه الدساتير التي تقام عليها هذه الدوله. مخالفتك للرولز كانك بتخبط في الصخر، فلما تخبط في الصخر مين اللي هيتعور؟ انت ولا الصخر؟ فالتزم بالرولز وبالقواعد، بلاش شغل الفهلوه والطرق القصيره لانها لا تؤتي الا بدمار. شكرا لكم واشوفكم دايما على خير.